السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي في الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا جميعا بصحة وسعادة وراحة بال. صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم يا رب. ان شاء الله النهارده هشارك معاكم يومنا. قمت بدري كده، حضرت فطار للولاد. طبعا ما حبيتش اشارك بقى اعمال الفطار لان احنا عملناه قبل كده كتير مع بعض. عملت فلافل وبطاطس محمرة وجبنة وسلطة ومخلل، وقلت كده افطرهم علشان هنروح مع بعض النهارده على البحر. طبعا الولاد عندي كان نفسهم بصراحة يروحوا يعوموا، وراحوا هنا حمام السباحة اللي هنا جنبي، يعني عشان يروحوا في يوم يقضوا مثلا يوم كده في الإجازة. يعني كانوا ناويين ان هما كل اسبوع يروحوا يقضوا يوم فيه، بس كل ما يروحوا يسألوا يتلاقوه مقفول. فقلت لهم خلاص، انا لما يكون الجو حلو ان شاء الله كده، ويعني يكون الجو حر حر يعني، هنروح ان شاء الله مع بعض على البحر. فكان في اليوم ده الجو حلو جدا، خدتهم ورحنا. قضينا اليوم كله، يعني رحنا من اول الساعة 12 كده، وصلنا هناك قضينا اليوم لحد اخر النهار. بس يا بنات الفيديو ده انا مصوراه من فتره، يعني من قبل الاجازه ما تخلص. بس كان عندي مشكله في التليفون، يعني ما عرفتش امنتجه بصراحه. مش عارفه التليفون كنت كل ما اجي افتحه يقفل مني مره واحده. فاضطريت ان انا قعدت بقى احذف واشيل حاجات منه كتير لحد ما الحمد لله ظبط معايا، الحمد لله رب العالمين يعني. حاولت بقى اما انتج لكم الفيديو وانزله في يوم كده، خروجه خرجنا فيها قضينا يوم حلو. فاتمنى الفيديو بتاعي النهارده ينال اعجابكم. هنعمل غدا حلو قوي، كانوا طالبين مني الولاد في نفس اليوم بس ما لحقتش اعمله، عملته تاني يوم. فاتمنى ان شاء الله الفيديو بتاعي ينال اعجابكم يا بنات. وطبعا بشكر كل حد انضم لقناتي، بجد فرحتوني واسعدتوني باشتراككم في القناه. وبطلب منكم كمان طلب انكم تحطوا لايك للفيديو وتحسبوا لي كومنت، اي كومنت حابه. يعني بصي صلى على النبي، قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الكومنتات. بحب اشوف كده كومنتاتكم. وكمان يسعدني انكم تحطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويلا بنبدأ على الفيديو. بصوا بقى، احنا كده بدأنا الفيديو بتاعنا، فطرنا الحمد لله ونزلنا رحنا البحر. بس في اليوم ده كان فيه ماراثون، فكانوا مقفلين الطرق، فاضطرينا ان احنا نمشي على رجلينا مسافة. نزلنا من الاتوبيس يعني ومشينا. بس وانا جاية بصراحة واحنا رايحين على البحر، انا كنت مركزة في الطريق. كنت خايفة بقى لان عايزة اشوف الطريق، عايزة اوصل بسرعة. الجو كان حر جدا. مش خلاص كنت ماشية، يعني عارفة، حتى ما بصيتش في الناس اللي كانت معايا. كان معايا ولادي واختي، ما بصيتش مين اللي معايا بصراحه. المهم ان هم ماشيين ورايا. فكان نفسي قوي اوصل للبحر واقعد ارتاح لان الجو كان حر. فما صورتش وانا جايه. بس واحنا مروحين اخر النهار بقى، الولاد عايزين يقعدوا لما الدنيا، قلت لهم لا يلا نروح كده والنهار طالع لسه والشمس طالعه، علشان نشوف احنا هنركب اي مواصله لان احنا مش عارفين. فمشيت هنا في الحي ده يا بنات، جميل جدا بجد والله، تحفه تحفه. هو ورا البحر على طول، شايفين هو عباره عن فيلل، والشوارع بتاعته حلوة جميلة هادية. عجبني كمان الفوانيس اللي موجودة فيه. كان في بعض الفوانيس منورة بصراحة، كان شكلها حلو جدا. شكل البيوت، هي البيوت ان يعني فيلل ومعمولة من القش كده. بس الصراحة شكلها تحفة تحفة. المكان هادي جدا هناك، وكمان وانت داخلة على المكان يعني عند كايكي داون. طبعا احنا كنا في كايكي داون. بحب اروح هناك انا مع الولاد البحر هناك. شخفنج حلو وكل حاجة، وفي محلات وفي انك تتمشي بس المشكلة الشخفنج معايا ان هي بتكون زحمة، وانا ما بعرفش انزل على البحر وفي شخفنج بصراحة. ما بعرفش انزل على المية لان بتكون زحمة في ناس كتير. بحب كيكي ده، شط الكيكي ده بتاع اكتر عن شخفنج. واقرب بالنسبة لي، يعني هو الطريق بياخد معايا ربع ساعة بالكتير بالاتوبيس. يعني انا في اليوم ده لو كنت نزلت طلعت من البحر اخدت قرار ان انا هروح البيت مشي، كنت وصلت بجد اسرع. انا اخدت ساعتين في الطريق، عارفين الطريق ما ياخدش منك اكتر من ربع ساعة بالاتوبيس، تاخديه انت في ساعتين. طبعا انا مشيت لحد ما وصلت الاتوبيس. شايفين البيت ده عامل قدامه مكتبة بيب، دي كتب هم مش محتاجينها بيحطوها كده الناس تاخدها. وفي ناس كمان بتكون حاطه كتب في كل مكان. يعني عند الدكتور بتاع البيت عندي برضو، هو في نفس الحي يعني، بس في مكان تاني شويه، بس في نفس المكان يعني قريب من المكان. حاطين قدامه مكتبه برضو، صندوق اكبر من ده محطوط فيه كتب. في ناس بقى انا مثلا عندي كتب وقريتها وخلاص ما عدتش محتاجاها، بوديها في الصندوق ده. وباخد كتب مثلا القصص اللي تعجبني وعايزه اقراها باخدها، بس طبعا كلها بالهولندي او الانجليزي، مفيش عربي. يا سلام بقى لو في بقى حد عنده قصص عربي يعمل الفكره دي، تكون حلوه جدا والله. آه ف واحنا ماشيين بقى قلت اكمل لكم الطريق. واحنا عجبني الطريق، عجبني المكان هناك، وعجبني بصراحه الحي هناك عجبني لدرجه ان انا تمنيت ان يجي لي بيت هناك. اولا جنب دكتور البيت بتاعي هناك في محلات. كمان جنب المدرسه بتاعت ولادي، الاعداديه يعني. فالله قلت الله لو عندي بيت هنا يا سلام، لو انا بقدم على البيوت ويجي لي بيت في المكان ده.
وهادي جدا جدا، على ما ان الحي اللي انا ساكنه فيه طبيعته اصلا كانت هاديه، يعني ما فيش فيه زحمه ولا حاجه. بس الوقت بما ان بقى في مدرسه وفي سنترم هنا لزي وحده صحيه وحاجات للولاد، بقى زحمه. حسيت في السنين الاخيره ان بقى الحي شويه زحمه عن الاول، بقى في رجل شويه عن الاول. كان الاول من الساعه 5 ما تلاقيش حد بره، وكمان في الويك اند مفيش حد خالص بره بره، ولا في هيصه ولا في اي حاجه. بص بقى، احنا يا دوبك وصلنا الساعه 10، كانت الدنيا ضلمت خلاص. وصلنا الحمد لله بعد ما ركبنا ونزلنا ومشينا، فضلنا ماشيين مسافات وقعدنا استنينا الاتوبيسات بالنص ساعه على ما اجي. طبعا كان معايا الولاد فما عرفتش ان انا امشي كل المسافه. آه فتاني يوم بقى وعدتهم ان انا كنت عامله لهم بيتزا. انا كنت بقول لو رجعنا البيت بدري هعمل لهم بيتزا في العشاء. فتاني يوم عملت لهم البيتزا. معايا كيلو دقيق، حطيت معاه معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر. واول مره اجرب التركه دي يا بنات، بيضه ضفتها على العجين. اختي بصراحه قالت لي إن انا بضيف بيضه على العجين، وفي ناس صحابي كمان قالوا لي بيحطوا بيضه بتبقى طعمها حلو، فقلت اجرب. كل واحده بتعمل البيتزا بطريقه مختلفه، وكل الطرق جميله، وكل واحده بتزيدها حلوه واحلى من التانيه، وكلكم ما شاء الله اللهم بارك شاطرين. انا بشارك معاكم الطريقه يعني اللي انا عملت بيها الجديده العجينه، فكانت حلوه جدا وكان طعمها حلو وعجبت الولاد كمان. انا ساعات بحط، انا حطيت هنا كوبايه من اللبن وكملت العجن بميه. انا ساعات بحط كمان بزبادي مع العجينه. الزبادي بتنفش العجينه وبتخليها، حتى لو هي بتديها سمك بحس ان هي ايه، يعني لو انا حتى كل ما رقق في العجينه، انا عندي الولاد بيحبوا البيتزا تكون رقيقه جدا. حتى لما افردها رقيقه جدا، لو انا حاطه فيها زبادي بحس ان العجينه نفشت وتضخمت شويه الحجم بتاعها. انما المره دي لا، انا فردتها كانت نفس واخده ما نفشتش، بس كانت خفيفه. هي مش مكتومه، يعني مش عجينه مكتومه، عجينه حلوه وجميله. وهتشوفوا معايا في العيش كمان كانت عملت منها عيش تحفه، كان منفوخ وكل حاجه. بس كانت خفيفه يا بنات، كانت البيضه فيها خفيه كده وهشاشه للعجينه عن الهشاشه اللي بتديها الزبادي. الزبادي بتنفخها كده وبتديها بتكون منفرغه من جوه. انما دي كانت هتديها هشاشه كده حلوه قوي، وطعمها كمان الطعم بتاعها كان حلو جدا. في ناس بتحط لبن بودر، في ناس بتحط، وحطيت زيت كمان معلقتين زيت. وفي ناس بتحط زبادي، في ناس بتعجنها بميه. بس كل الطرق حلوه جدا. بس انا قلت اشارككم يعني النهارده بما ان هعمل لهم بيتزا. واضافه البيضه دي انا عملت 4 بيتزات وكملت الباقي. بصراحه انا كنت هعمله فطاير بالجبنه، وبعدين بنتي هي قالت لي انا عايزه فطاير بالجبنه، وبعدين غيرت رايها قالت لي لا خلاص اعمله لنا عيش كده زي اللي انت بتعمليه. قلت والله اجرب، مش هخسر حاجه. هتشوفوا معايا الوقت العيش واحنا بنخبزه تحفه. انا عملت 4 بيتزات بس على قدنا يعني. وقطعت الباقي كده عيش على حجم الرغيف اللي انت عايزاه. انا كنت عاملاهم ارغفه صغيره يعني مش كبيره. وطبعا ده بتنجان المكدوس يا بنات السوري. عملته. انا كنت بجرب اللي هو السريع اللي انت بتجيبيه تسلقيه وتقطعيه مكعبات ده وتسلقيه وتحط معاه الحشو وخلاص. فكان نزل البتنجان اللي هو بيتعمل فعلا مكدوس. جبت شويه عملتهم بجد طعمه حلو جدا جدا. سلقتهم وصفتهم زي ما بالصفه. طبعا انا سالت ناس سوريين علشان يقولوا لي على الطريقه، واخدت منهم الطريقه وعملته طعمه حلو جدا. بس انا عملت كميه صغيره، ان شاء الله ناويه اجيب واعمل تاني. هنا بقى قطعت الزيتون شرايح، وكنت مقطعه بصل شرايح وفلفل شرايح. وممكن بقى حابه تعملي بالخضار بقى، تضيفي فلفل، تضيفي طماطم، تضيفي مشروم. انا بصراحه ببقى احط كل يعني البيتزا بعملها بالتونه والخضار. ما بحطش خضار لوحده وتونه لوحدها، لا بعملها كده كلها. بس النهارده غيرت شويه، عملت بالزيتون والبصل. هعمل بالتونه، وهعمل واحده بالفراخ، وواحده باللحمه المفرومه، واتنين بالتونه. جبت معايا دقيق كده عشان نفرد، والعجينه بتتفرد معاكي بكل سهوله. هي المشكله ان الحوض بتاعي صغير، هي دي بس المشكله في الفرد. يا سلام بقى لو المكان واسع كده او المطبخ واسع وتحطي الترابيزه تفرد عليها براحتك، يا سلام. خدت اول واحده بس، طبعا بتسيبيه يريح شويه عشان يكون سهل معاكي في الفرد. وبتفردها بالنشابه زي ما انت شايفه كده. طبعا انا رققتها جدا جدا لان عندي الولاد بيحبوها رقيقه، ما بيحبوش فيها سمك خالص، البيتزا بالذات. هنا الصلصه عندي كنت عامله صلصه وعينها عندي في التلاجة، فما عملتش ما عملتش مخصوص للبيتزا يعني. خدتها وحطيت فيها زعتر، وبدات ان انا كده ادهن البيتزا بتاعتي. هنعمل اول واحده بالتونه. وطبعا انا جبت الجبنه دي يا بنات، جبنه موزاريلا، وجبنه اللي هي الجبنه اللي هي بتكون مربوطه، اللي بتكون عباره عن
بتكون عباره عن كده، عن دوائر كده في السوبر ماركت. انا بجيبها وابشرها وبحطها بخلطها مع الجبنه، بتسيح وبتديك مطه حلوه قوي وطعم حلو قوي كمان، مع المعجنات، مع البيتزا، مع السندوتشات، بتضيفها في اي حاجه، طعمها حلو جدا بصراحه. هنا البصل بقى، قلت انا هعمل تونه وبصل وزيتون. طبعا انا بصفي التونه من الزيت كويس او من الميه، وبعد كده بقطعها، بهرسها بالشوكه وبوزعها على البيتزا بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وحطيت زيتون، وحطيت كمان فلفل. الفلفل ده يا بنات فلفل حراق شويه، بيجي هو متقطع جاهز كده. عندي الولاد بيحبوها مشطشطه شويه. وحطيت كمان القرن الشطه اللي بيجي مع التونه بعد ما صفيتها شيلته. انا كنت جايبه التونه كانت محفوظه مع الزيت، فصفيت الزيت كويس جدا واخدت منها الفلفل. بحب احطه كده، بدي حاجه مشطشطه، بدي البيتزا تكون شطشطه شويه للناس اللي بتحب الحاجات الحراقه شويه. واديتها رشه من الجبنه، وحطيت كده فلفل وطماطم كده على الوش كتزيين بس. هنفرد بقى التانية. فانا عملت واحده باللحمه المفرومه وواحده بالفراخ واتنين بالتونه. انا دايما كنت يا بنات بعمل البيتزا تونه بس، او تونه وسبانخ. ساعات اعملها بالسبانخ بتبقى حلوه برضو. بس أنا النهارده قلت بقى تغيير الواد، انا هعمل لهم تشكيله من البيتزا، هنوع عليهم يعني. فعملت حسابي وانا بعصج اللحمه، شلت كام معلقه كده على جنب شويه صغيرين من اللحمه اللي كنت بعصجها، قلت اعمل منها بيتزا. وكمان الفراخ كانت بقى عندي فراخ من قبلها بيوم، عملت منهم بيتزا كمان. فحلو كده انك لما مثلا وانت بتعصجي لحمه شيلي شويه على جنب، خليهم عندك، تحتاجيهم في فطاير، في يوم تعملي فطاير، تيجي في يوم تعملي بيتزا. عندك فراخ برضو، لو انت عندك فراخ مثلا متبقيه عينيها برضو في الفريزر، هتحتاجيها صدقيني يعني في اي يوم لاي حاجه. اعملي بها فطاير، تعملي بها بيتزا. او ساعات مثلا ما بيتبقاش، فتشيلي جزء كده قطعه وانت جايبه الفراخ من جنب كده، من الكب فيليه مثلا، او من اي قطعه صغيره كده، في اليوم تعملي منها البيتزا مع التونه. بجد كانت حلوه جدا، ميكس بقى كده بين التونه، وكان في تنويع عن كل مره. كل مره كنت احب اللي اعمل لهم اكله تغيير، اعمل لهم بيتزا بالتونه. دايما كنت بصراحه بعملها بالتونه، وهما بيحبوا اكتر بتاعه التونه. بس انا قلت بقى التغيير كده اعمل لهم النهارده بقى، بما اني عامله حسابي وعندي اللحمه المفرومه وعندي كمان فراخ. طبعا دخلت واحده الفرن، وكنت بدخل التانية على طول بحطها معاها، واحده تتحمر كده وتاخد وش من تحت، كنت احط التانية. دخلت دول الاتنين الاولانيين اللي طلعوا معايا، اللي هي باللحمه واللي بالفراخ. وكمان دخلت التانيين اللي هي بالتونه والفراخ. شايفين يا بنات، هي لو انا حاطه فيها زبادي بقى بتنفش معايا في الفرن كده، تلاقيها انا بكون مرفعاها، لان عندي الواد بيحبوا سمكها رفيع جدا. ومع ذلك بتنفخ في الفرن اللي بيكون حاطه فيها زبادي. انما البيضه اديتها هشاشه، على فكره هي هشه جدا العجينه، ومش مكتومه خالص، وخفيفه خفيفه، والله بجد خفيفه. وطعمها حلو كمان، عادي طعم حلو. شايفه واخده اللون الاحمر الحلو من تحت. وكنت بقى عايزه اوريكم الجبنه، بس الجبنه طبعا عشان بردت شويه معايا، سبتها لما استهدت شويه وقطعتها. لكن الجبنه دي بتمط يا بنات، اللي هي بتكون عباره عن دوائر كده في السوبر ماركت، وتجيبها بالذات العرض وتبشرها وتضيفيها، بتديك مط حلو قوي كمان للجبنه مع الجبنه الموزاريلا. ده بقى العيش، طبعا انا فردته كله وعلى الصينيه، وقلت بقى هشغل الطاسه مره واحده عشان هما مش كتير يعني، هو كام واحد بس كده رغيف. شايفين العيش ومنفوخ قد ايه ومفرغ من جوه، وجد خفيف، مفيش في اي الباب على فكره تيجي تفتحيه. هو عباره عن طبقتين بس من العيش. جميل جميل، بقول لكم قد ايه خفيف، وكان طري جدا. لو انت عايزاه بقى طري تغطيه بكيس وتحفظيه. بس كده يا بنات، ده كان الفيديو بتاعنا. اتمنى ان هو ينال اعجابكم. ما تنسونوش من لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم ان شاء الله بخير وعلى خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله، مع السلامه.